لو سألت حد من طنطا او مش منها شلاقي سيد يا بدوي هتلاقيه قاعد في المطعم ده. قربش يا باشا من بره. وانا اعرف ناس كانت بتسافر طنطا مخصوص عشان تتعشى هناك وترجع تاني. وده لانه رقم واحد في المشويات والاكل الشرقي من 74 سنه. المطعم ده بقى موجود في الشيخ زايد وحرفيا قلب الدنيا. فانا جيت النهارده المشويات الوطنيه عشان اعرف ليه صحابي كانوا بيسافروا مخصوص عشان يتعشوا هناك. ما هو اكيد اللي عنده مش عند حد في القاهره. قبل ما نطلب اي حاجه يا جماعه نزلوا لنا حاجه اسمها ويلكم، عباره عن طاجن مسقعه بالبشاميل وبطاطس بوريه وعيش توست وشويه خضار. خلينا يا باشا ننزل كده ونشوف البشاميل ده بيقول ايه. اوبا، نجيب بقى توستايه كده ونحط فيها الكلام ده ونقول بسم الله ونودي. بسم الله. مسقعه بنت ناس، هو بتنجان مقلي بس انا حاسس بريحه شوي. والبشاميل يا جماعه خطير، بس نصيحه ما تدوسوش فيه قوي عشان ما تشبعوش. احنا لسه عندنا لحمه وحاجات. تعال نشوف البطاطس البوريه جامده. دي بقى يا باشا شوربه اسمها شوربه البهاريز، جواها عكاوي وكوارع. عندنا طبق وتصب يا باشا كده ايه براحتك، عايز تزود عايز تقلل حته كوارع حته كوارع. نبدا عصره ليمونه ونودي يا باشا. بسم الله. كريمه بس سخنه قوي. لا يا جماعه شوربه جباره، واحلى حاجه فيها اللي هي خفيفه على فكره مش دسمه قوي. نشوف كده العكاوي سايبه خالص. صينيه رقاق باللحمه المفرومه ده يتمسك كده يا باشا. لحمه بلدي جايه لنا من طنطا ونقول بسم الله ونودي. بسم الله. الله، سمنه بلدي موجوده، اللحمه البلدي موجوده، التتبيله الحلوه موجوده، جبنه نظيفه قوي وتسويه عالميه. فرقاق باللحمه المفرومه يتسافر له فعلا بلاد. ستيك بالخضار بيتعمل قدامك يا باشا بشو عالمي. اللحمه دي تبقى قطعه من انتركوت، قعدت من اسبوع ل 10 ايام برضه. يعني احنا كده ناكل حاجه مختلفه. طبعا يا باشا. الريحه يا شيف كريم عالميه. 10000 سنه عالميه. دي الله. اهم حاجه شويه الزبده دول. تعال بقى نشوف الستيك المتعتق من مشويات الوطنيه. اللحمه دايبه وطريه قوي وفعلا التتبيله اللي فيها تحفه. دي بقى المبكبكه. الله ينور عليك يا باشا. الله عليك الله عليك. اول مره يا جماعه اشوف صلصه تقيله قوي كده. المكرونه كلها طعم سجق. تعالى بقى ايه نشوف السجق يا باشا بيقول ايه. لحمه جواه لحمه سجق جواه لحمه. سجق بلدي كما قال الكتاب. نقطع كده حته سجق معلقه متكامله مع المكرونه مع الصلصه ونودي. احلى مبكبكه سجق اكلتها في حياتي. مكرونه مستويه كويس مش معجنه. الصلصه يا جماعه عالميه وسجق بلدي ونضيف. مبكبكه بنت ناس. صينيه التوفيق، فرخه مشويه، 2 حواوشي، ربع كفته، ربع سجق، ربع شيش، ربع ممبار، شويه رز يا باشا تحت الصينيه على شويه بطاطس. شلاقي يا سيد يا بدوي. نبدا بايه؟ تعالى يا باشا نبدا بالكفته. بسم الله. حلوه قوي. كفته حياتي شغال من 1950. طعم الضاني واضح فيها قوي واللحمه الفرنه بتاعتها خشنه قوي، ودي احلى حاجه اللي بحبها في الكفته. طعم الشوي باين والتتبيله اللي فيها خفيفه. دي اللي اسمها كفته. مع برضه طحينه الحاتي في يا باشا شغل. والناس دي فعلا كان عندها حق لما كانت بتسافر طنطا مخصوص تتعشى وترجع تاني. نشوف يا باشا الفراخ المشويه عندهم. الفراخ يا باشا من جوه بتنور، دي مستحميه 10 مرات قبل ما تستوي. طريه قوي برضه، ريحه الشوي فيها باينه. تتبيله في الهادي منه يا باشا، مش مالحه زي ما انا بقابلها في اماكن كتير. تعالى بقى ايه نسيبنا من الفرخه نخش يا باشا ايه على السجق، عشان السجق هنا عجبني قوي في المبكبكه. بسم الله يا جماعه. مش سجق يا جماعه، ده لحمه. انا مش بلاقي الكلام ده. لا سجق بلدي حلو قوي. تعالى بقى ايه عشان الحواوشي ده طلع من عيني. بص يا باشا الشكل عامل ازاي. طب بص الحشو عامل ازاي. طب بص الطعم عامل ازاي. طب وعهد الله على طعم الدنيا باين فيه قوي. ومفيش بقى بهارات يا باشا اوفر بقى تخليك تكره نفسك. ومقربش يا باشا من بره وجوسي من جوه وحوار. ناخد بقى معلقه رز يا باشا نفصل بيها بالزبيب كده وبالبندق. يا جماعه انا اول مره اشوف بندق في رز. انا النهارده مدلع ومش عايز اروح. تعالى يا باشا نخش في الشيش. بسم الله. دي سفنج مش فراخ دايبه، تتبيلتها حلوه مستويه كويس. شيش طاووق. نخش بقى على الممبار. حلو بهاراته حلوه بس انا حاسه مالح سيكه، بس كخلطه ممبار عالميه. الله يا باشا في بكبكه وفي حاجات غريبه. الله على الريحه. فين الشقه طيب؟ ما شقهتيش ليه؟ اشق انا. الله يخليك يا ست الكل. الله يا جماعه الريحه حلوه قوي من غير شهقه والريحه طلعت حلوه. اهم حاجه في الملوخيه هو العرق ده والتومه اللي متحمره دي. بص العرق بيطير. بسم الله. دي عايزه يا باشا بقى ايه ودن قطه ونطلع. الملوخيه طعمها حلو قوي وفيها تومه كتير هي اللي محليها الطعم. الطشه بتاعتها صراحه حلوه قوي. تعالى بقى يا باشا نختم باخر حاجه معانا وهو طاجن عكاوي يا باشا. وانا حاسس ان العكاوي هنا عالميه. لا في كميه عكاوي كبيره قوي يا جماعه. تعالى يا باشا نطلع دي ونشوف. الفيل ده كده البصل اللي فيها مكرمل مديها تسكيله كده حلوه قوي، بس دي عايزه تتمسك كده وتتعمل كده. لا حلوه قوي نضيفه مستويه كويس. خلطه البصل بالخضار اللي فيها حلوه قوي يا جماعه. ختامها مسك. خلينا نعيش بقى واقول لكم سلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد. سلام.